مش دايما ان انت قاعد بتبوش ناحيه البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمه، بوش دايما ناحيه الكاستمر وناحيه الكاستمر بين وناحيه مشاكله وايه اللي عايز يحله في حياته وايه المشكله اللي هو بيدور على حلها طول الوقت. فيلير سوليوشن كتير مننا بيروح له بعد ما يقدم البروبوزل او ان العميل يسال عن البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمها، ان احنا بنتابع او بنعمل فولو اب على الكاستمر وبنشوف ايه رايك في البروبوزل، وصلت لايه، فكرت ولا ما فكرتش، هتنفذ ولا مش هتنفذ، في اي مشكله تخص البرودكت او السيرفيس اللي احنا بنقدمها او البروبوزل، او عايز تسال عن اي حاجه. مش هو ده في الواقع الفولو اب. الفولو اب بالشكل ده لما بيخليش الكاستمر يتحرك ناحيه البرودكت او السيرفيس ويتحرك ان هو يشتري الخدمه اللي انت بتقدمها ويشوف البروبوزل بشكل مختلف. الكاستمر عشان يتحرك ناحيه الشراء محتاج ان هو يشوف البوند بينه وبين البراند، البوند بينه وبين السيلز، البوند بينه وبين الخدمه او المنتج اللي متقدم. وده بيحصل عن طريق ان انت دايما بتقول له اخبار البراند واخبار لو في منتج او سيرفيس جديده متقدمه، او لو في اوفرز انت بتنصحه ان هو يلحقها او ان هي ما تضيعش منه. دي واحده من الطرق ان انت تبدا تعمل بوند بينك وبين الكاستمر. لكن كمان لو عايز توصل لبوند اقوى بينك وبين الكاستمر، محتاج ان انت توصل ان انت بتطمن عليه وبتشوف اخباره ايه وعارف عنه اكتر، ايه اللي هو محتاجه في الفتره دي. مش دايما ان انت قاعد بتبوش ناحيه البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمه، بوش دايما ناحيه الكاستمر وناحيه الكاستمر بين وناحيه مشاكله وايه اللي عايز يحله في حياته وايه المشكله اللي هو بيدور على حلها طول الوقت.